ايه رأيك في الشغل ده وده كمان؟ في مشكلة كتير مننا بيقابلها بعد ما بيخلص ريستوريشن، وهي المارجنال ليكج. المارجنال ليكج واحدة من أكتر الأسباب اللي بتقفلك أنت كطبيب عن شغلك وعن النتيجة بتاعتك، وبرضه كمريض مش بيكون راضي عن النتيجة اللي أنت عملتها. خلينا نشوف إيه هي الأسباب اللي خلت المارجنال ليكج دي تحصل معانا وتكون واضحة بالشكل ده. أسباب كتير وخلينا نتكلم على أهمهم. رقم واحد وهي البيفل. البيفل من أهم الحاجات في الانتيريور ريستوريشن وليها شوية كرايتيريا معينة. لو انا في الليبيا الاسبكت هحتاج من 1.5 ل 2 مللي، لو انا في البروكسيمال هحتاج من 1 ل 1.5 مللي، لو انا في البلاتال في بعض الاحيان هحتاج بيفل جاست نص مللي. البيفل بتكون انفينيتي لاين، ما اقدرش ان انا اميزها بعينيا. لو قدرت ان انا اميزها بعينيا فانا هبقى عارف ان ده المكان اللي هقف عليه بالكومبوزيت، فهتبقى ده المارجنال ليكج. رقم 2 وان انا ما عملتش لايرنج تكنيك، حطيت الكومبوزيت كله از وان لاير، عملت كيور، الشرينج فيه كان عالي فحصل ديبوندنج من السيرفيس اللي حواليه فعمل لي مارجنال ليكج. تالت حاجه وهي ان انا ما عملتش اتشنج كويس للسيرفيس بتاعي، فكان عندي لسه السمير لاير فعامله لي الليكج بين الريستوريشن والتوث ستراكشر. رابع حاجه وان انا ما عملتش البوندنج سيستم بتاعي كويس، سواء ان انا البوند بتاعي ما كانش كافي او نوع البوند نفسه مش كويس، او ان انا البروتوكول بتاعي في البوندنج ما كانش كويس، ان انا اعمل ايرسننج كويس وان انا اعمل اجيتيشن للبوند قبل ما اعمل له كيور، فده هيأثر على البوند سترينث بتاعي فهيحصل دي بوندنج بعد كده مارجنال ليكج. خامس حاجه وهي ان انا ما عملتش ادابتيشن كويس للكومبوزيت على المارجن بتاعتي، استعجلت وعملت كيور فحصل معايا المارجنال ليكج. كده برضو ما نكونش قلنا كل الاسباب اللي ممكن تعمل لي مارجنال ليكج، لا في حاجات تانية لسه كتير زي الرابر دام. هستناكم بقى تقولوا لي الحاجات دي كلها في الكومنتات. وبالتالي نوع الكومبوزيت ملوش علاقه بالمارجنال ليكج، انا بس محتاج كافيتي ديزاين كويس، محتاج حد يطبق البروتوكول كويس، حد عارف كومبوزيت كويس. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تابعونا في سلسله فيديوهات تيبس اند تريكس شغل الاندايركت على الدامي هيد. السلام عليكم.